تعالوا بقى نعمل احلى حمص شام، احلى كمان من بتاع العربيات اللي في الشارع. تحفة يا جماعة، وشايفين لونه تحفة. هنجيب كده نص كيلو من حمص الشام وهنقعه قبلها بليلة في مية دافية. بعد كده هجيب حلة احطها على النار وهنزل بقى بالحمص بعد ما نصفيه. بعد كده نعمل بقى الخلطة اللي تخلي لونه تحفة وطعمه تحفة جدا ولونه زي بتاع الشارع كده. هنجيب 4 حبات من الطماطم وقرنين فلفل رومي احمر وحبيتين بصل وسط، ممكن تحطي حباية واحدة كبيرة. بعد كده بقى هنرجع للحمص وهنشيل كده الريم اللي هيطلع من عليه بعد ما ياخد غروتين 3. هننزل بقى بالخلطة اللي احنا ضربناها في الخلاط وهنسيبه بقى يكمل سواية كده مع الخلطة دي وقلبيها. قلبي كده الحمص مع الخلطة لما تحطيها وسيبيه بقى يستوي براحته كده، وغطيه وهدي عليه النار لحد ما يستوي. استوى معانا وبقى جميل جدا ودايب دوب كده وتحفة. شايفين لون المية خطيرة ازاي، احلى من كمان من اللي احنا بنجيبها من العربيات دي. بعد كده هحط له بقى الملح بتاعه، هحط له معلقتين كده كبار وكمان معلقة صغيرة من الكمون. مش هحط بقى ليمون ولا اي حاجة، الحاجات دي هنحطها كده على جنب، يعني لما نيجي نحط ونقدمه. اللي عايز بقى ليمون اللي عايز شطة يحط براحته. بعد كده بقى هقدمه كده ونحطه بقى في الكوبايات بقى، واحلى دفا واحلى كوبايتين كده حمص شام.